مساء الخير، مساء الهنا، مساء التفاؤل عليكم حبايبي، او صباح الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. صباح الورد عليكم حبايبي، صباح القشطة، صباح اللبن الحليب. دي باكو خميرة، باكت خميرة حبايبي معايا. هتعملي ايه يا ام محمد؟ تعالوا حبايبي هنشوف هنعمل ايه ويا بعض. ما شاء الله صباح القشطة على عيونكم حبايبي. معانا طبق قشطة زي ما انتوا شفتوا كده، ومعايا الخميرة بتاعتي حطيتها فضيتها في المية اهي، وفضيت فوقها شوية سكر. باكو خميرة. بصوا بقى، دي الجرس الفلاحي على أصولها، من بيت الأرياف، من قلب الأرياف، من قلب الفلاحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعايا هنا يعني دي مش باكو، ودي كنت باخد منه للكرنبيت والحاجات ديت، والجرس قبل كده واخده منه الجرس قبل كده، يعني نص باكو. قد ايه يا ام محمد؟ يعني معلقه شاي، معلقه شاي. ومعايا هنا اللبن الرايب بتاعي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هفضي طبعا على قد الايه الدقيق، ومعايا الدقيق الفاخر. والله اي نوع دقيق عندك الموجود عندي، يعني ما بقولكيش اللي ايه اللي هو الفاخر، عشان طبعا هو تفضي شويه بشويه على دقيق. قد ايه يا ام محمد؟ انا ما وزنتش يا حبايبي، زي 3 كيلو 4 كيلو. عملت ببركه ربنا، ومفيش احسن من بركه ربنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا هنزل بباقية اللبن يا حبايبي. اللبن ده طبعا ايه، انا طبعا السنة ده اول سنة ما يبقاش لا مؤاخذة عندي بهاي. جبته روبته زي ما انتوا شايفين كده، خليته رايب كده وبعجن بيه. انا لو في لبن حليب بعجن باللبن الحليب عادي، الجرز دي برضه، وبتاخدي نتيجة الجرز دي ما شاء الله. بس اعملي زي ما قلتلك بحليب عادي، بنفس اللي بصوا، بنفس المقدار ده عادي، رايب عادي الموجود في بيتك اعملي بيه. وهتعملي يا ام محمد، ولو عوزت ندعة مية هزود شوية مية حبايبي برضك عشان الم الدقيق بتاعنا ده. بس اما اشوف العجينة، لان الدقيق بيختلف عن دقيق. وهليت الجرز بتاعتي حلو، ونزلت بشوية ملح برضو كنت نسيته. والله يا حبايبي كنت نسيت شوية الملح بتوعي. ودول حتة سمنة بعد ما نزلت طبعا بالقشطة بتاعتي، شوية سمنة سايحين اهم، مش مكترة. يجي قد ايه يا ام محمد؟ يجي كوباية من بتاعت المية، اللي هي كوبايات العصير اهم يا حبايبي. مفكاهم على النار ومسيحاهم. وطبعا مش هنزل بهم سخنين عشان ما يتشمش العجين معانا. يعني ايه ما يتشمش العجين يا ام محمد؟ يعني حبايبي يخليه العجين بتاعتنا يجشف. انا مش عارفه، انا دخلت على طول يا حبايبي سلمت عليكم او ما سلمتش عليكم. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر يا حبايبي، كل حبايبي بسلم عليهم. وطبعا يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا كده، وهنزل ايه بعد ما لتيت حلو، اللي هنزل بالقشطه بتاعتي اهي كلها. هتنزلي بقى كلها يا ام محمد. دي يا حبايبي يجي نص كيلو قشطه زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بيه. وما كترتش سمنه يا ام محمد، لا مش هكتر بالسمنه، انا هحطها برضو ولدت بيها. عشان ايه؟ طبعا هتشوفوا دلوقتي العجينه هتسيب من ايديا بقى، رقمه تتلت حلو. هتبص تلاقي ايديا نضفت. والله شوفوا كنت ناسي شويه الملح اهم يا حبايبي. لا اله الا الله. والخميره بتاعتنا طبعا كنت حاطاها في شويه ميه دافيين. تعمل اختبار للخميره بتاعتك الاول، تشوفي الخميره بتاعتك عملت ايه. بقلبها عشان في سكر تحت. ان الخميره اتفعلت وبقت حلوه كده، تعرفي ان الايه العجين بتاعك هيبقى حلو ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله يا مروه امبارح بقت قاعده تقول لي يا ماما ريحه الجرس حلوه قوي يا ماما، اول نوبه اشم ريحه الجرس حلوه كده يا ماما. انا طبعا يا حبايبي ما بعملش الجرس بتاعت الفلاحه الا بنفس الطريقه دي. في قشطه اعمل جرس، ما فيش قشطه ما بعملش جرس. طب حبايبي اللي ما عندهمش، اشتري كيلو لبن واعملي روبي واعملي بيه، وخدي قشطته وحطيها برضه زي انا ما انا عملت. وهنزل بالكوبايه السمنه بتاعتي كلها برضك على العجين بتاعي. ولدت طبعا رقم احط الماده الدهنيه
هتعرفي جرصك حلوة ولا مش حلوة من ايه. هتلاقي الجرصة بقت العجينة بقت تفتح منك كده، ما تقلقيش بتفتح منك كده بقت وحشة، لا مش وحشة. بس اهم حاجة تخدمي عجينتك حلو وتلتيها وتشهد عليها. اهم حاجة طول ما انت بتشهد على عجينتك تعرف ان انت عجينتك باذن الله هتاخد عجينة حلوة وهتاخد لقمة حلوة. شايفين يا حبايبي ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنزل برضك يا حبايبي بشوية زيت اكل. ياما يا ام محمد؟ لا مش ياما، يجي كوباية شاي برضه. ايه يا ام محمد ده انت بوظت الدنيا. إيه حطيت السمنة. بحب اخرم العجين من الوسط كده عشان ايه الإدام ما ينزلش الا في قلب العجينة، طبعا ما ينزلش في المعون، يعص المعون من بره كده. ايه يا ام محمد انت خليت ايه سمنة وقشطة وزيت. الزيت بقى يا حبيبي هقول لكم حاجة خبرة حلوة برضه خدها من ام محمد. ايه يا ام محمد؟ الزيت ده يا حبايبي بيخلي الجرثة تلمع ويقبل الخبيز بتاعها لون الجرثة موحد ومخليها تلمع كده وشكلها حلو. شايفين يا حبايبي العجينة بتاعتنا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي، يا رب الفيديو بتاع النهاردة ينول اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم وينول رضاكم. بس حطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يكبر ويوصل لأكبر عدد. وهنا بعد ما خدمناه حلو ولتناها هنقطعها معاكم كده يا حبايبي. قد ايه يا ام محمد؟ انا عاوزاه يا حبايبي التقطيعه قد الليمونه. قد الليمونه الكبيره الحلوه كده، يعني مش كبيره جام، لا حلوه، لان انا ما بحبش الجرس بتاعتي كبيره جام. تبقى ما شاء الله حاجه ايه على الجد كده. والله وكانت جرفتهم حلو، لا خدوا حاجه في طبطتهم ولا خدوا حاجة في خابزهم، وكانوا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك. في الطعم حاجة تحفة وريحة وحاجة غنية كده ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي، يا رب الفيديو بتاع محمد ينول اعجابكم وينول رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي اهو عفرية وجعت نشيلها، مش هكبر جامد. وبحب الجرسة بتاعتي ما تبقاش تخينة، بحبها رقيقة حلوة كده عشان تبقى طالعة ايه ما شاء الله حلوة كده. والله في الخبيز ما خدوا حاجة، في التبطيط ما خدوا حاجة. ورحنا طبعا يا حبايبي ايه عند الفرن. انا طبعا ايه عجنتهم ليلة امبارح وبطل الصبح، ما انا مش هقوم ابططهم بالليل. لازم الجرس دي عاوزة جرسك حلوة، لازم تسيبها ترفع وتاخد حجها وتخمر براحتها. خمرت ورفعت ايه بتاخد نتيجة جرس حلو. وطبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين غطيان العجين بتاعتي انا غسلاها نضيفة. طبعا عندي بعمل غطيان للعجين مخصوص، فبمسكهم قبل ما هكون هعجن اغسلهم الاول عشان يبقوا نضاف. اقطع جراسي رايح اخبز عيش اعمل اللي اعمله تبقى حاجة نضيفة وحلو. والله شوية جرس ما شاء الله يتاكلوا حاف. والله على رأي اللي بيقول إيه الحاجة لما تخدمها صح وتحط لها ما تستخسرش فيها بتبقى طعمها حلو وتاكلها. والله بالله ابو محمد قال لي هاتلي بس حتة جبنة قديمة وانا مش عاوزة الا كده، وهاتله جرس. بألف هنا وصحة للي كان واللي شاف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصمات يا حبايب بالله عليكم الفيديوهات نازلة، واللي يشاهد الفيديو يشاهده للآخر بأمانة عشان أنا ما بخبيش عليك ولا بعمل حاجة من ورا الكاميرا، كله قدام الكاميرا عيانا بيانا. فأنا مش عاوزاكم زي أنا ما بستخسرش فيكم حاجة، ما تستخسروش فيها حاجة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسوي حروف الجرسة بتاعتي كده عشان ما تبقاش فيها حاجة ايه لا كده ولا كده. هي ام محمد هتنزل مسوية بس يعني لازم تقبل حاجة لها يعني إيه شكل حلو كده. ليه؟ لان العين بتاكل قبل الحنك.
ولا إيه يا حبايبي؟ الجرس لما باتت بقى رفعت، بقت حلوة. طبعا انا عندي حتت قماش حلوة كده طويلة، ماسكاها. طبعا كانت ملاية قديمة عندي، ماسكاها غسلها حلو وشقاه نصين، وبطبق وافرد واطبق وافرد على على الصينية التحت. الصينية اللي مش اللي هخبز عليه، لا، اللي انا حاطة مقطعة عليه، عاملاها رجات رجات كده. وبعد ما خلصت غطيت عليها، عملت فيها يا ام محمد، والله يا حبايبي ما هتصدقوا. جبت بطانية، طبعا عندي بطاطين وفريان، قمت جايبة بطانية وعلى الطبلية تحت دي، وملفته الصينية بيها. ايه يا ام محمد، والله يا حبايبي ما بكدب عليكم، رخرك سبحت القرصة ما شاء الله. تقولي انت حطاها في الفرن منفوخة، رفعت وخدت حاجة منفوخة وحلوة كده. رخرك بقيت اخلص اهي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي التقطيع بتاعي، وبحط زي ما انتوا شايفين كده فردة القماشة، وافرد واطبق وافرد واطبق واغطي عليه. وقمت مخلصة ومغطية عليها حيل. البصمة يا حبايبي، ايه يا اخواتي بتستخسروا فيها البصمات؟ والله بزعل منكم، بزعل من حبايبي ومتابعيني. واللي ما اشتركش في يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك عشان يوصلوا كل جديد ينزل. واللي اول مرة يشوف يوميات ام محمد في الريف المصري يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. بصي يا حبايبي، انتوا ما انتوش بخل عشان تبخلوا علي بمشاهدة الفيديو وبالبصم، ما بطلبش منكم حاجة كبيرة. شايفين يا حبايبي ام محمد عامله ايه؟ كله قدام الكاميرا اهو، والله ما بداري حاجة عليكم. شفتوا؟ وخلصناهم وخدوش حاجة، وقمت غطيت عليهم دول على بياه. احنا يوم الشتا قصير، ليه؟ اليوم قصير. لو هتعملوا جرس وهتسيبها ترفع زي دي مش هتلحق ترفع وتاخد حقها والجو ساقع. لا، يبقى تعملي اعملي زي ام محمد ما عمل. بططوهم بالليل وانت قاعدة فاضية في السهرة كده، عجنيهم وبططيهم وسيبيهم زي انا ما عملت كده. وصباح الصبح اعملي شاطرة، قومي يا شطورة صلي الفجر زي ام محمد ما عملت، وولعي فرنك. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجرس عاملة ازاي؟ نفافيخ في الصجع. وادي الجرس بتاعت ام محمد يا حبايبي. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة ينول اعجابكم ونول رضاكم ويكون عند حسن ظنكم. انا مع بصوا اعوذ بالله من قولة انا دي، يعني انا حاطه لكم شويه في الصينيه دي عشان تشوفوا. ولون القرصه كلها ما شاء الله. شايفين والله الكاميرا ما هي مبينه الجرس، وظلمه الجرس وظلمه شكل الجرس بتاعتي معاه، والله ما موضحه معايا حبايبي ما شاء الله. يعني جربوا وعلى ثقه، وجربوا الجرس الفلاحي بتاعت ام محمد. شايفين الجرصه طريه ازاي؟ اه، شايفين؟ شايفين الجرصة عاملة ازاي؟ ومن جوه مش تخينة ومبخبخة زي ما انتوا شايفين كده، مشبكة حاجة ما شاء الله، كلها طالعة زي النفافيخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وزي شفتوا والله يا حبايبي من أول صاج لآخر صاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله.